ناس كتير بتخرج من الدايت في شهر رمضان الكريم علشان مش قادرة تلاقي نوع خبز مناسب، حاجة مشبعة وتقدر تاكل وهي بمنتهى الأريحية وما تتعبش معدتها وما تاخدش وقت كتير في المطبخ في ان هي تعمل حاجة. عشان كده عملنا الخبز ده، خبز طري وهش ولذيذ. المكونات بتاعته بسيطة، قطعتين بس منه بحوالي 370 سعر حراري. يعني في الوقت ان الرغيف العيش البلدي فيه 300 سعر حراري، بس ده 2 رغيف فيهم 370 سعر حراري مشبعين اكتر بكتير، الفايدة بتاعتهم اكتر بكتير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لأبي وأمي وأمتنا أجمعين. ده خبز الحمص المسلوق، حاجة كده بوم، تقدروا تقولوا ان هي بديل لتكميم المعدة، بالونة المعدة، شبع مطلق، زي ما تحبوا تقولوا براحتكم. الخبز ده غير ان هو مش بياخد وقت في الاعداد بتاعه، يعتبر اقتصادي، المكونات بتاعته بسيطة. ممكن نعمل منه كمية ونحطه في الفريزر، ممكن اشكله باكتر من طريقة. تابعوا معانا، ولو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت حلو زيكم. زي ما قلت لكم، الخبز كل اللي فيه اقل من 400 سعر حراري. طبعا ده غير الحشوة بتاعته، يعني الحشوة بتاعته دي منفصلة لاختياركم. خلينا نقول المكون الاساسي فيه هو كوباية من الحمص المسلوق. الحمص بننقعه ليلة وبنغير عليه المية وبنسلقه. كوباية الحمص فيها حوالي 168 سعر حراري، مليانة بقى حمض الفوليك وزنك وفسفور وحاجات كتير. محتاج لها ملح وكمون واي نوع منكهات انت تحبيه. معلقة واحدة بس من زيت الزيتون، وعدد 2 بيضة. البيضة فيها 72 سعر حراري، ومعلقة زيت الزيتون فيها حوالي 39 سعر حراري. هضرب المكونات كلها في الخلاط. ما تنسوش تضيفوا حبة من الخل عشان الزفرة بتاعة البيض. وعلى الوش اختياري أي نوع من أنواع البذور، سمسم، حبة البركة، بذور قرع، زبطين، زي ما تحبوا. هسخن الفرن كويس في الفترة ديت. هكون سبتهم برا حوالي من 5 ل10 دقايق قبل ما ادخلهم الفرن. بياخدوا من 20 ل25 او ممكن اقل حسب نوع الفرن بتاعك. بيطلعوا بمنتهى السهولة. احنا كنا دهنين الطواجن قبل ما ندخل فيها الخبز بتاعنا. شايفين هو هش وطري ازاي؟ حجمهم كويس، القطعة مشبعة بشكل غير عادي. طبعا اكيد لازم هتكون مشبعة عشان نسبة الالياف العالية اللي في الحمص، ده غير نسبة البروتين اللي في الحمص وفي البيض كمان. هديكم اختيارين اتنين للتقديم. واحدة ان انا اعمله برجر، حطيت قطعة من الخس وقطعة من البرجر البيتي. هتلاقوا وصفات كتير للبرجر البيتي على القناة. وقطعة من الطماطم المشوية، يا دوبك بعمل لها تشريحات خفيفة بالسكينة وبشويها، واحط لها رشة من الملح والثوم البودر والبصل البودر. طعمها بالنسبة لي افضل بكتير جدا جدا من الكاتشب، وطبعا صحية اكتر. ده اختيار للتقديم. تعالوا نقطعه كده ونشوفه من النص. من اشكال اللي انا ممكن اقدم بيها الخبز دوت، ان انا افرده في صينيه كبيره واعمل بيه تشكيل كده بسيط زي خبز التميس. هيبقى حلو جدا جدا وهيديني قطع كبيره. طبعا انا كمان ممكن ان انا اسلق الحمص واحطه في الفريزر واسحب منه وقت ما انا عايزه، يعني اكون اعمله صابح بصابح زي ما تحبي. ادي القطعه التانية. حطيت بيض وحطيت الدقة السعودي، دقة المدينة المنورة. ربنا يرزقنا زيارة بيت والحرام مرة كمان يا رب، اللهم امين. وحطي بقى بقية اي حاجة انت عايزة تحطيها. حطيت جبنة قريش، حطيت حبة من الشبت، قطعة من الطماطم المشوية، زي ما تحبي. دايما اختيار الحشو يرجع ليكم. على فكرة كمان لو قطعناه، لو عملنا الخبز دوت في قالب بتاع التوست، بيبقى برضو خطير جدا جدا. ان شاء الله اعمله لكم في فيديو تاني. ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت حلوة زيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وبلغنا اللهم ليلة القدر أجمعين. مع السلامة.